وانت في شدتك عد اللي حواليك. اوعى بعد ما تفرج عليك تزود عليهم حد. مفيش حد فينا الا لما مر بازمه، سواء فاتت او هو عايش فيها او ممكن تجيله لا قدر الله على مر الايام. فكل واحد فينا هيجيله الازمات ديت هتغربل لك البني ادمين اللي حواليك. كل اللي عاملين حبايب وكل اللي عاملين صحاب وكل اللي عاملين فيها القلب للقلب كده، وقت الازمه وقت الحوجه هيبان معدنهم. وقتها هيبان لك الحبيب من العدو، هيبان لك اللي كان بيضحك عليك من اللي بيحبك بجد، هيبان لك مين اللي معاك ومين اللي كان ماشيك لهدف او لمصلحه او لغيره. فاوعى تزعل من الشده دي ممكن تكون نعمه كبيره من ربنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. ابتلاء، بتبقى محنه، بتبقى حاجه وحشه قوي، لكن والله لا فوائد. اهم فوائدها زي ما بقول لحضرتك بتبين لك معادن البشر اللي هتتعامل معاهم. هكمل مع مين؟ هعمل خطوط مع مين؟ همنع مع مين؟ هقفل بابي مع مين؟ افتح باب المين؟ افتح بيت المين؟ افتح قلب المين؟ كل ده هيبينه لك الشده. طول ما البني ادم في راحه، طول بني ادم في ما فيش احتياج لحاجه معينه، في ازمه، في مرض، في وفاه، في مشكله، كل الدنيا حبايب، كله عمال يطبطب وكله عمال يهنن وكله عمال يجي وكله عمال يروح. ما هي الدنيا حلوه، لكن في وقت الشده هيبان لك المعدن. فاوعى تزعل من الشده، اوعى تزعل من المصيبه اللي جات والعياذ بالله. ربنا يعافيك منها وربنا يطلعك منها على خير، لكن اعرف ان فيها نعم. اهم نعمه واجهتك في محنتك هي ان غربلت لك البني ادمين اللي حواليك، غربلت لك الناس اللي حواليك، عرفتك هتكمل مع مين وهتقطع مع مين. ودي نعمه كبيره لابد تحمد ربنا عليها. علشان كده بكرر لك الجمله تاني: وانت في شدتك عد اللي حواليك، فلان وفلان وفلان، ده واقف معايا، ده اتصل بيا، ده جالي، ده عرض عليا مبلغ مالي، ده عرض عليا، ده ما عرضش عليا، ده كان معايا ليل ونهار. بعد ما ربنا يكرمك وتعدي محنتك، اعرف اللي كانوا واقفين دول حطهم في مكانهم وحطهم في العالي، وما دون ذلك الغيه ارميه. انت كسبان والله، ما تندم، لان اللي جاي مفيش، الدنيا مش مضمونه، مشاكل هتقابلك ودنيا هتقابلك. حلو ان انت عرفتهم من قريب، حلو ان انت عرفتهم وانت واقف على رجليك، حلو ان انت عرفتهم وانت ما اتكسرتش الحمد لله. فابعد عن طريقك، لان دول وجودهم هيضرك اكتر ما ينفعك. السلام عليكم.